أبي كيفك حبيبي؟ تفضل. أهلا وسهلا فيك. اهلين فيك استاذ. شو أخبارك أبي؟ تمام الحمد لله. شو وضعك هيك؟ طمني. على كيفك الحمد لله. خلاف أنت وأخوك أحمد ها؟ ايوه بالضبط. دائما مستمر هالخلاف؟ لا خلاف جديد من لما تزوج. هو من قبل يعني هو دائما قاسي وصعب. مين الأكبر؟ هو اكبر. هو أكبر منك. هو اخذ طباع ابوه. الخلاف اللي بين بعضهم الشباب يمكن في مرات أحمد له علاقة فيه، يعني كانت شوي تحرك الأخوين حتى يتشاجروا. مرة صار في خناقة كبيرة بين بعض واستخدموا السلاح الأبيض، واثنينهم راحوا على المستشفى وقطبوهم، كانت جروحهم بليغة. هلا في كمان خلاف على إرث مش عارف شو، ولكن هلا بيشرح لنا إياها أبي، لأنه أبي إجا على هالبرنامج حتى يصالح أخوه أحمد إكراما لوالدته، لأنه ما بده إنه والدته تكبر ويعني وتضل بهذه الحسرة هالخلاف بين الأخوين. مش هيك يا أبي؟ بالضبط. إيه تفضل. الله يزيد فضلك. بالنسبة للميراث نحن قسمناه، يعني ماما قسمته على حياة عينها مشان إنه ما يصير في خلاف. بعد ما تزوج مراته طلبت إنه يكون في حق له. نعم. فقسمت الورثة بيناتنا. هو لا، فاكر إنه انظلم. هو بشوفني أنا بتعامل أحسن منه، بشوفني بتدلل أكثر منه إن كان من ماما أو بابا، فهو شايف التمييز هذا كبير. وعيت هالشيء عنده مرته ما يعني. عنده أولاد أحمد؟ عنده بنتين. عنده سما ورودين. وأنتوا وين عايشين؟ لأنه لهجتك مش أردنية. لا أنا سوري أردني، بس عايشين بمصر بقالنا فترة. بقالكم فترة. طبعا كرمال أحمد. نعم. أحمد لما إجا لهون بده يتجوز من هون وإجينا لعندي. يعني سوري أردني. مين الوالد سوري؟ الوالد سوري، ماما أردنية. ماما أردنية. تمام. هلا هو أبوه وأمه أردنيين. تمام. بعد ما توفى أبوه ماما تزوجت بابا بقى سوري، فأنا سوري أردني. بابا كان أحسن من أبوه بكثير شغلات، بالمعاملة المادية بالمعنوية بكل شيء، فالتمييز عنده صعب قوي، حتى صار عنده حقد أحمد. الحقد هذا طلع علي أنا بعد ما أتزوج. صار بيكرهني، مستحيل يقبل مني أي شيء، حتى أي شغلة أنا بعملها لا خلص هي من أبي، خلص مستحيل يقبلها. حاولت صالحه كذا مرة، أحيانا يلين معي بس يرجع لمرته بتغير. يعني بتأثر عليه مرته كثير كثير، بتأثر عليه لدرجة إنه يعني مثل ما بيقولوا خاتم بإصبعاتها هو. بس وصلتوا إلى الاشتباك اليدوي يعني بين بعض. ايه بالضبط. هي آخر مشكلة اللي ما عاد شفنا بعض فيها. متى صارت هي؟ تقريبا من قيمة سنة تقريبا. من سنة تقريبا. رحتوا على المستشفى اثنينكم؟ نحن اثنين رحنا على المستشفى. شو ضربتوا بعضكم سكاكين؟ للأسف. هلا كان في سكاكين بالقصة هلا كان الخلاف موضوع سياسي، رأي سياسي مو أكثر، يعني لا بيقدم ولا بيأخر. نعم. حكينا فيه كذا مرة وعادي ما كان في خلاف، بس مرة كنا قاعدين عنده بالبيت كلياتنا، مرته وعت هالخلاف إنه ما بيصير يكونوا هيك، لأنه أبي أحسن منك بيحكي هيك وأمه ساكتة كرماله وهالقصص. استفزوه لحتى هجم علي. بإيدي كوباية ما بعرف كيف، هو بثانية حصل يعني. هو انجرح وانأذى وانقطب وبرضه ما سكت، هجم علي باللي كان معه، جرحني برضه، تقطبت وتعورت، يعني لهلا ظاهرين القصص. هذا الشيء سيء طبعا، يعني نحن اخوات وام وحده يعني هو رباني. اليوم أبي مقطوع العلاقة؟ ابدا. بعد هي المشكلة حاولت انك تشوف اخوك الوالدة؟ انا ما حاولت. ماما بالنسبة إلها اللي صار ما عاد بدها تشوفنا مع بعض، خايفة انه يصير اكثر من هيك. نعم. بس وصلت لمرحلة كبيرة ونظرتها لهالموضوع صعبة كثير، وهو محروم منها من سنة. وأنا محروم من رضاها لسبب هالمشكلة. فأنا قلت إنه بركي أنت ابنها وهداك ابنها. بالضبط. إنه بركي حاولت كذا مرة استعطفه، بس مو بهي السنة، قبل هي السنة. ما قدرت، بس قلت بركي هيك الفرصة اجتني. نحن بنشكرك على ثقتك، وإن شاء الله نقدر نخليكم تتصالحوا أنت وأخوك وترضوا هالوالدة. إن شاء الله. قديش عمرها الوالدة؟ تقريبا فوق 60 ماما. فوق 60. يا سيدي نحن بعتنا الدعوة إلى أحمد، بنشوف سوا كيف تلقى هذه الدعوة. أهلا أستاذ جورج، احنا النهارده رايحين حلمية الزيتون عشان نسلم دعوة الحضور لأستاذ أحمد سليمان.
ده منزل الاستاذ احمد سليمان. طيب ممكن تناديه؟ ماشي. بابا كده. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ احمد سليمان؟ ايوه. حضرتك عندك 43 سنه ومحاسب، مظبوط؟ ايوه. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. تتكلموا بجد ولا تهريج ولا هزار؟ لا طبعا بجد. حضرتك هتيجي بنفسك وتشوف استاذ جورج. اخيرا يعني من سيربح المليون؟ لا هو برنامج مختلف تماما. حضرتك احنا بنختار بعض الشخصيات فيه عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، وحضرتك من ضمن الشخصيات دي. طب عرفتوا ازاي يعني ايه الدعوه؟ اشمعنى انا يعني؟ بيانات حضرتك كلها عندنا عند فريق الاعداد، وهو هيكلمك وهيقول لك على كل حاجه، ميعاد التصوير ومكان التصوير. يعني فيها دفع فلوس ولا حاجه ولا؟ لا طبعا مفيش اي حاجه. حضرتك بس تيجي وتشرفنا. امتى ان شاء الله؟ فريق الاعداد هيكلمك وهيقول لك على الميعاد. مع استاذ جورج؟ ايوه بالظبط. ماشي. من خلاص. سيربح المليون برضك ولا؟ لا مختلف تماما زي ما قلت لحضرتك. ماشي. خلاص. حضرتك قبلت الدعوه؟ ماشي. استاذ جورج، استاذ احمد سليمان قبل الدعوه، جاي ان شاء الله. مع السلامه. إذا أبي مثل ما شفنا قصد هذا الاستوديو والبرنامج المسامح كريم حتى يصالح أخوه أحمد في خلاف بين بعضهم، يعني خلاف كان عم بيتصاعد إلى أن انفجر ذات مرة من سنة تقريبا، وصار في مشاجرة بين الاثنين. جرح اثنين جرحوا، راحوا على المستشفيات قطبوهم. المهم أنه والدتهم تعيش بحسرة هالخلاف بين الأخوين وبدأ يهن يتصالحوا. أبي إجا حتى يصالح أخوه أحمد وجهنا له الدعوة مثل ما شفتوا وقبل الدعوة. ثم أحمد عم بيقولوا لي صار بالخارج بالانتظار. بدنا ننادي على أحمد، يتفضل. أهلا حبيبي، أهلا وسهلا فيك. تفضل أهلا وسهلا فيك. كيف حالك استاذ؟ طمني عنك حبيبي. الحمد لله بخير والله. كيف حياتك، أمورك، شغلك؟ الحمد لله ماشي، الحمد لله بخير. شو عندك أولاد؟ عندي سما وردينا. بنات؟ بنتين. قديش أعمارهم؟ سما 6 سنين ونص، وردينا 3 سنين. بسم الله، بعضهم صغار يعني. صغار. صيصان. يا أهلا وسهلا فيك. الله يخليك استاذ. والشغل شو بتشتغل حضرتك؟ محاسب أنا في شركة الحسام. وماشي الأمور؟ ماشي الأمور الحمد لله ماشي. وكيف أوضاعنا العائلية؟ خبرني شوي. ما يعني شوي، كل بيت لازم ما بخلى يعني. كل البيوت ما في شك، يعني بعد هذا البرنامج علمنا انه الخلافات موجوده وين ما كان. تتفاوت، في خلافات قويه كثير، في خلافات اصغر، في خلافات تافهه ما بتستحق، في خلافات لا يمكن تستحق، ولكن بالنهايه انه العمر قصير يا احمد. اكيد. بس الوالده عايشه؟ اي موجوده. موجوده معك؟ لا. عم بتشوفها؟ يعني في مشاكل. قاطعها طيب. صار لي فتره يعني. يا سيدي شو بدي اقول لك عن المشاكل؟ بدك تحل المشاكل ولا بدك تخلي المشاكل؟ والله انا من ناحيتي يعني قدمت تنازلات كثير. نعم. بس الطرف المقابل ما فيش. طيب بدك تشوف مين اللي دعاك، مش انا اللي داعيك، بس في حدا داعيك لانك بتعرف المسامح كريم. انت بدك تعرف مين؟ ايه اكيد طبعا. طلع بهالشاشه. مفاجأة قوية أحمد؟ قوية المفاجأة؟ لا عادي يعني بالنسبة لي. ما صدمة؟ لا مش صدمة. ما بعرفوش. ما بتعرفه؟ لا ما بعرف. ولا اسمه؟ يعني كان موجود وراح. أبي كان موجود وراح خلص. أبي أخوك. أبي كان موجود وراح. أبي تقول لك شغلة، أبي إجا أنا حكيت أنا وياه وجاي حتى يوضع حد لهذا الخلاف، لأنه هو عم بيعاني، والدتك عم بتعاني، وأكيد أنت عم بتعاني،
واطفالك عم بيعانوا، بقوا خلاف سخيف، خلاف على شريعه بالسياسي مش عارف ايه بقى. وشوف تصور هالسياسي بالوطن العربي فرقت الاخوه حتى. المهم بعت لك رساله رح بقرا لك اياها بالاول اذا بتريد. بيقول لك: اخي الكبير احمد، اشتقت لك. عام من الفراق كان كفيلا بان اعرف قيمتك عندي. رغم كل ما حدث بيننا ستظل اخي الكبير، ورغم كل خلافاتنا لن انسى لك كل ما فعلته معي من زمان. اموال الدنيا ليس لها قيمه ان لم نكن راضين عن بعض، والدنيا نفسها ليس لها قيمه ان لم ترضى عنا امنا. وانا استحلفك بامنا الا تزيد في فراقنا اكثر من ذلك، ودعنا نبدا صفحه جديده ليس فيها خلافات ولا خصام. وقبل اي شيء يجب ان تعلم اني مستعد لتنفيذ اي طلب تطلبه، لو كان هذا سيعيدنا لبعض وسيشرح قلب امنا. ان كنت اخطات في حقك فقد اتيت اليوم هنا امام الناس كي اقول لك انا اسف، واطلب منك ان تسامحني، والمسامح كريم يا اخي. جاي بكل صفاء نية اخوك أبي، طبعا بمعرفة الوالدة، لانه ضاقت فيه السبل، كان يحاول انه يصالحك وانت سكرت الباب او صدت الباب. طمعان انه بهالمناسبة بهالبرنامج تقدروا ترجعوا لبعض. بقى بدي خليه يحكي يقول لك اللي بده يقوله مباشرة. أبي تفضل. أحمد، الدنيا كلها ما بتسوى شيء، يعني رضا أمك عليك وشوفتنا مع بعض ليك مرحلة من المراحل. أنت ربيتني وأنت اعتنيت فيني وأنت اللي علمتني أكون قوي على الدنيا، ما تكون أنت سبب ضعفي. كويس، لسه متذكر يعني ان انا ربيته. ما بنسى أكيد، ليك الدم ما بصير مي. السبب بيناتنا مصاري أخي، شو المصاري شو والدنيا شو، بس أنت فيق لنفسك برضه، يعني إنه شوف، يعني أنا أخوك الصغير، يعني ما بعرف، يمكن أنا غلطت كثير أوكي، بس برضه أنت لازم، أنت الطنجرة الكبيرة اللي بتسعى الصغيرة، أنت الكبير الواعي الفهمان اللي عني، يعني أنت سندي لما أوقع أنا. يعني ما بصير نحن نوصل للي وصلنا له، أوكي ساعد شيطان وكلام نسوان يا أخي، بس يعني الدنيا مو مستاهلة. نشوف ماما رداني علينا، نرجع نعيش مع بعض. يعني انت محروم من ماما وانا محروم من سما ورودينا مثلا، محروم منك، من حضنك، من ضمتك الي كاخ. ف يعني انا برايي نصفي هالقلب وخلص، يعني ما في شيء مستاهل، يعني الدنيا يعني شو. احمد رد عليه، جاوبه. اجاوبه ايش؟ كأخ شو بدي اجاوبه؟ مثل ما في اي جواب. استاذ جورج اخر مره قاعدين، اذا انا الكبير الصغير كيف بده يضربني؟ انا الكبير الصغير كيف بده يضربني؟ انا انقذته من الموت. انا في شريحه بلاتيني مركبها استاذ جورج عشان انقذه من الموت. شريحه بلاتين لغايه الحين اياتها في دراعي لغايه الحين. شريحه بلاتين بسببه رصاصه كانت رح تيجي فيه. خدته، كنا في الكويت ايام العراق الغزو. رصاصه اجت خدته تحت رجلي عشان احميه وانا بسوق السياره. الرصاصه اجت فيي انا أحمد. وهو شوف شو سوى. خليك قاعد انا خليك قاعد. جرحك بالكوبايه مش بالكوبايه المي؟ ايه في البيت. ليك انا بالنسبه لي ما في، يعني خلص ما فيش، يعني ما فيش اخو اساسا، ما في. بس في ام بعد. الام ما بشوفها، ما خلص يعني من زمان فكت شغل. انا عندي عائلتي، مرتي، اولادي الحمد لله. ايه بس اما هو كل كلامه معلش حقير. ما
اكيد سوى يعني شوه صورتي قدامكم. لا 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 بالعكس بالعكس. لا ماشي بالعكس. قدام قرايبي بالعكس. زي ما سوى بالعكس. قدام قرايبي شوه صوره بالعكس احمد أحمد. مادي، احمد بده فلوس، احمد. ما صعب حدا إني ما حدا, أراضيه. ما حدا جاب سيره الفلوس يا احمد. لا ماشي، حتى لو نحن مش ما حدا حكى بفلوس. النقاش اللي كان بين السياسي يعني شغله بتحصل. هلا بدي اقول لك شغله، انتوا كنتوا اخوين، وواضح لما فرجيتني هذه الشريحه بايدك قديش كنت تحبه، يعني اخوك الصغير وانت كانك انت ابوه. كنت صح. كنت ايه. طيب بدنا ننسي هالماضي هيك على سبب خلاف يعني مثل ما قالوا لي شرعته بالسياسي، مش عارف مين مع مين ضد مين، بس ما بدي ادخل بالموضوع. شرعته بسبب سياسي، خلاف سياسي اتطور انه ضربتوا بعض، يمكن هو اعتدى عليك بس جاي امام الملايين يعتذر منك. ما بعتقد انا انه اخ واخ كبير بينسى كل هالماضي وبينسى كل هالعاطفه اللي كانت قائمه، حتى انه بينسى هالجرح اللي انقذته فيه بحياه من الموت. ايه انا انقذته، تنسى؟ هو ضربني، هو موتني. يعني موتك انه انتوا اتخانقتوا مع بعض، شجرتوا وصار في تصاعد الخلاف. لا وفي شغلات تانية استاذ جورج يعني مثل ايش؟ الوالده انا يعني باعتبار انا بالنسبه لها احمد ميت. لا بالنسبه لها بسبب ابي اللي انا اللي اخترت له اسمه. انا ابي اخترت له اسمه لما كنا زمان قاعدين. انت بتكبروا بكم سنه؟ ب10 سنين 10 سنين او 12 سنه بالضبط. نعم لما تزوجت والده. ايه أبي يعني أبي بن كعب، كنت في متوسطة في الكويت وبندرس، قلت أبي، عرفت معناها من الصحاح، مختار الصحاح. أبي يعني الشهامة، الرجولة. ما طبعا ما هو أنا اللي مختار من الاسم، أبيه. أنا قلت الكلمة بالرغم من اسمي أحمد وهو أبي، أنا اللي مختار له اسمه. نعم. بعد كل هذا طيب. انا بقول انه بعد هو كل هذا والدي. بعد كل هذا انا بقول حرام هالعلاقه توقف مثل ما وقفت من سنه. انا بقول حرام، يعني فينا نرجع هالشيء، وهالبرنامج معمول لهذا الامر، انه نرجع العلاقه الحميمه والاصيله اللي كانت موجوده بين شخصين، اخوين، ابناء، مش عارف يعني بين اهل. يا أبي بدك تحكي، بدك تدافع عن نفسك أكثر من هيك وبثقة أكثر، لأنه مش عم تقنعنا كثير بعدك. يعني يمكن أنت خايف من الكاميرا أو شيء، بس خذ راحتك، لأنه أحمد عم يحكي براحة أكثر منك. احكي حتى أحمد يسمعك، مش عم يسمعك مزبوط بعد. أحمد أنا بعمري ما شوهت صورتك قدام حدا، بالعكس الكلام اللي كان يصلك كله من كلام نسوان. يعني أنا بالعكس أخي الكبير اللي حماني واللي كان حيفديني بروحه رباني لفترة وعلمني لفترة، وهو اللي قواني، وهو يعني أنت كنت حياتي كلها، لا تحرمني منك بآخر فترة، الفترة اللي أنا محتاجك فيها عن جد. يعني دايما انت رحت قلت لخالتك محمد انه احمد المشاكل اللي مسويها كلها عشان ما اخذش حصته في الميراث. لا هذا كله لما الكلام. امك على حياتها قسمت الميراث، قسمت بيع البيت. صحيح هي قسمت، بس أنت الصورة اللي وصلتك إنهم قسمتهم غلط. وعم لك المصاري مو مهم، المصاري مو هي الحياة، مو يعني عيب يكون في بيناتنا نحن اخوات، نحن دم واحد، يعني عيب يكون هذا سبب. إذا ما في خلاف مادي أحمد، يعني بفهم منك هون إنه ما في خلاف مادي، يعني أنت مش طالب شيء من الميراث أكثر. لا أنا طالب حقي. وصل لك حقك ولا لا؟ لا لسه ما وصل. فإذا في خلاف بالنسبة للمادي. أكيد. فإذا في أوكي. من مين حقك؟ من الوالدة؟ هو مستحوذ، يعني سواء منه او من الوالده، هو مستحوذ عليها، هو اللي بيمشيها. هو اللي بيمشيها. هون صارت سلف الحديث يا أبي. والحين بعد الحوار اللي دار بيننا، نعم. راح لك لا هو ما بيمشينيش، راح ترفض الموضوع. نعم. صارت كوره، هون شوي هون شوي. طيب خلينا نشوف، بدنا نوضح الامر. نحن وصلنا الى هالمكان واجتمعتوا وقدرتوا تحكوا مع بعض بالوقت كان متعذر انه تحكوا مع بعض. يا أبي، في مسألة الميراث، أخوك أحمد عم بيقول مش واصل له كامل حقه، وأنت مستحوذ على الوالدة ويمكن مش عم بتخليها إنها تعطيه كامل حقه لأخوك. أنت جيت لهون شو بدك تقول له لخيك غير قصة عواطف وما تنساش الماضي، وإنك شو بدك تقول له
عمليا بالنسبه للميراث هو تقسم صح وتقسم عدل ووصلوا حقه وزياده. بعد ما طلع من المستشفى واجا طلب بحق زياده وقال انا ما اخذت حقي، كمان اخذ حصه زياده. هي طلعت كرمال عيون ماما مو اكثر، هي ما كانت حتى من حصتك. بس هو لسه بنظره انه الحصه الاولانيه والثانيه اللي اجت هيك بس هدول لسه مو حقه، بنظره انه هن لسه اقل من هو اللي بيستاهلوا. وهذا من حكي مرته. يعني انت وصل لك قصه ثانيه؟ يعني انت اعطيتني المصاري؟ ايه لا انت كذاب، انت ما اعطيتنيش شيء، انت حيوان. طيب. اسمع كلب، اسمع. انت كلب اساسا. احمد عيب، نحن عيب. لا مش عيب، انت حيوان. احمد لك عيب يا احمد. لا مش عيب، يلا زي ما مديت ايدك علي مدها ورجيني. عيب احمد. لا مدها ورجيني. لا احمد. لا مدها يلا. احمد عيب روح. يا انت أخي. كيف تطلع اساسا؟ انت ما عندك كرامه. لك عيب عليك. انت ما عندك كرامه. انا جاي محتاج، جاي مشان ما اخسرك قدام كل هالعالم. لا اخسرني، انا خسرتك خلص، انت ميت. لك عيب عليك، روح لا شوف مش أمك عيب. عم تموت يا أحمد. زلمة. ما تموت خلص، ماتت بالنسبه لي. لك أحمد. انت هيك انت هيك عايش، انت رضيان بحياتك. مبسوط يا الحمد زلمة. لله. لك عيب الحمد عليك. لله. لا مبسوط، انا مبسوط. لك يا اخي والله العظيم. أحمد. لا عاجبني انا حياتي. تفضل. حقير كلب، لك عيب احمد. حقير. احمد هلا خبرني ليش امت ضربته؟ حقير كذاب، ليش امت ضربته؟ كذاب. ما اخذتش اي شيء، مش على المصاري. ايه مش على المصاري، لا على المعامله اللي بتعاملها. انا على المعامله اللي بتعاملها. ما هو ضربني كمان. مش هو ضربني؟ خيي هو ضربك، هلا امت ضربته انت وما لك حق تضربه. هلا انت هو ضيفي يعني ما بعرف كيف هيك رحت مباشرة، ما كنت بتوقعك رح تضربه. ضربته قدام ملايين الناس. هلا يا الله. احمد وين رايح؟ مش قادر اصبر. احمد روق شوي. انت شو بك تاخذ مش قادر. لا معلش. احكيني كلمه. نعطيك كلينكس، تعال. نعطيك محرمي، تعال. بدي احكي انا وياك شوي. تعال يا اخي، تعال والله تعال. يعني شوف، انت انسان طيب وبين عليك انه قلبك طيب. لا مش لا قلبي مش طيب. لا مش طيب. انا انحرمت اساسا من حنان الام. يعني اوكي الاب خلص، الام انحرمت منه، فبسببه انا عشت حياتي بسببه. انا حاقد عليه اساسا، انا حاقد عليه بسببه هو. معاملته، كلامه لامي، كل بسببه. طيب احمد جاوبني. ومش مأثر عليها كمان، لا مأثر على حواليها. طب ليش؟ شو بدك مني؟ المصاري؟ راح اخذ حقي، راح اخذ المصاري، بس بشرط ما يبعد عن كلام مرته، بس ما يسمعها. يا اخي اتركه هو مرته. هلا كل شيء قال لك يا حبيبي كلام من مرته هو كلام ما صار اصلا. ما بدنا نجيب سيره مرته، ما لها علاقه. ما لك دعوه فيها. ما لك دعوه. هو ما انت لك وياه دعوه فيها. ما تجيب سيره مرته. هو حر بمرته، يصفل. انت لك علاقه باخوك. شو بيقول لك احمد تتفاهم انت وياه. بدك ياني ارجع العلاقه؟ اوكي، خلي امك تحكي مع مرتي اول شيء. شايف كل شيء مرته. خليها تحكي معاها، تتصل بيها تحكي معاها، دليل انه ما فيش خلاف. خلص لا مش هذا الخلاف هذا بسببك انت. خلص خليها تحكي فيها معاها. الوالده يعني تكون بكبرها وبسنها تمسك التليفون وتحكي مع كنتها وتقول لها يا بنتي كيفك، كيف البنات. مش راحت كارثة لها يعني. مش راحت لها لما كانت مريضه. شو سوت معاها؟ امك شو سوت معاها؟ مش طردتها؟ قالت لها انت جايه خدامه، صح؟ طيب فاذا بده امك تحكي مع مرته. ثاني شرط، تفضل. ثاني شيء قسمة الحق. شو بدك؟ شو قسمة الحق؟ شوف اللي شو طلع البيت لك؟ جاب قديش؟ 70، اخذت 20. البيت وين؟ بعمان؟ في عمان، في طبربور. ايه بعتوه؟ بعته امي. ايه اعطتني 20. 20 هو جاب 70. 70. طيب هي المفروض لإلي ولا أبي. طيب ما هيك ما بيطلع لها شيء هي الام؟ ما يعني ماشي يطلع لها اوكي. انا اخذت 20 وبي ياخذ 45 لا او 55. اخذت 55 يا ابي؟ لا مو 55. كم اخذت؟ حتى انا اخذت 30. 30. تمام.
حتى انا ساعه ما هو اجى بعد المستشفى وطلب فلوس رجعت اعطيته 5 أنا رجعت سيته 5 كرمال عيون ماما. اعطاك 5. طيب صاروا 25 مش هيك؟ طيب فاذا يعني انا مو تقريبا على الماده استاذ جورج. يا احمد روق شوي يا اخي، ما تقريبا قربنا يعني، ما في خلاف بقى مادي يعني. ما كمان الوالده بدها حصه صغيره كمان يضل معها قرشين ولو. خليها تيجي تعيش معي وانا عيشها ملكه. يا سيدي خليها تيجي تعيش معي. يمكن امك ما خليه هو يجي، هو يلم الشمل. يا سيدي راح اجى الصبي لحتى يلم الشمل، بس يمكن مرتك وامك ما بيتفقوا مع بعض. كيف أبداً. بدك اياها تعيش معك؟ يمكن الكني والحما مش متفقين، هم مش متفقين. ما بيوجعوا لك راسك كمان. بقى انت فاذا بالنسبه للمادي صار وصل لك تقريبا حقك، اذا بس هيك، اذا قصه ال 70,000. هو بس مو شو هو بعدك؟ الفكره شو بس شرط مو وصلت الثالث؟ له صح. قل لي. انا ما في عندي شروط هو اياهم بس امه تحكي مع الوالده مرتك. قول هذا. شوف البيت شو معقولة؟ بده يصير. هلا هو هذا الموضوع اصلا انه واصل، بس هو مو شايفه، هو مغشى على عنه. راسي روق شوي انت كمان. قال لك انه امك تتصل بمرته، ممكن هالشيء؟ هلا ممكن، بس انت بتشوفها منطق. ايه منطق. ازاي منطق؟ معلش ليش بدنا منطق؟ نحل الخلاف نخلص بقى. انت واخوك بدكم ترجعوا لبعض ولا لا؟ لا بدنا نرجع لبعض. وامك ما أوكي. بدكم ترجعوا لبعض؟ ماشي، بس هو يسوى امك تاخذ التليفون وتقول لها لمرته مرحبا يا كنتي كيف البنات؟ وبتاثير منه يعني، هو لو قال لها ايه. احكي معاها بتقول راح يحكي. خلص انا عم بفتي هيك. بعدين خلاف المادي عم بقول لك بقى ما في خلص خلاف ما مادي في هو خلاف أصلاً. مادي، ما بقى في شيء يعني، مش هيك؟ في مفروض. الباقي انه تتفقوا وترجعوا تستعيدوا العلاقه بقوه مثل ما كنتوا اخوه. يا ريت منيح؟ ممكن يا ريت. ايه قل له لاخوك شو اللي انا عم بحكيه، قل له اياه بصوت عالي. هلا طلب يعني مو طلبات، هي امر واقع انه ماما حتحكي معها، هي اجباري حتحكي معها هيك. طيب. باي مناسبه ممكن يحكوا مع بعض. هلا بدك معها بس تطلعوا من الاستوديو. هلا بس هلا بجيب التليفون بخليها بس تحكي. تتصالح انت واخوك. هلا بتحكي معه. هو اذا بيرجع معي على البيت لا نحكيها استاذ مع- جورج، احنا زي ما احنا هون قاعدين راح اخليها تحكي راح يحكي معاها، خليها تحكي معاها هلا الحين. ما فينا، ما عندنا ما في. اولا ما في ارسال بالاستوديو، وبعدين صعبه شوي. بس خلص، كويس. أوكي. انا عندي اقتراح ثاني. تفضل. اذا هلا نيت صلحتوا ورجعتوا لبعض، قال كلمه حلوه عجبتني، تروح انت وياه لعند امك. في احلى منها؟ تعمل لها مفاجاه وتبوس لها ايدها وتمسك التليفون وتحكي مع مرتك، وانتهت القصه. حليت لكم اياها. منيح؟ ماشي. موافق؟ أوكي. والمسامح كريم. قول على العالي. المسامح اسمع. كريم. المسامح كريم. صحوا لنا هذا. عملك تنزيح هيدا. قال مش طيب هذا. والله انك طيب. يا حطير بتعرفني بحبك. نعم إيري. نعم إيري بتعرفني بحبك. تضربني. حبيب قلبي. عيب. خلاص شبنا. عيب عليك يا زلمه. حبيبي تعرفني بحبك والله. والله قال هو قلبه مش طيب. هذا احمد قال انا قلبي مش طيب، طلع قلبه طيب. ايه قلبه طيب وقلبه كبير. الله يخليك. واثنينهم متشوقين مين بده يسرع اكثر لحتى يلاقي الثاني. بقى مبروك خيي، مبروك الصلحه. أبي أنا بشكرك على ثقتك فينا. أبو حميد أنا بشكرك إنك جيت، وأنت إنسان طيب وبادي على وجهك. إيه الله يخليك حبيب قلبي، وإن شاء الله روحوا سوا لعند الوالدة ورتبوا لي هالأمر كله سوا، مش حرزان الخلاف. الله معكم، يلا روح مع السلامة. يعني هيك في خلافات تبقى مغطاية بقشرة بسيطة، بس تشيل القشرة خلص يعني أنا تفاجأت كيف اثنينهم ركضوا على بعض، ما نطروا إنه الستار يفتح. يعني أبي إجا من هونيك وأحمد قام بده يمشي لعنده مثل ما قام بالأول فقع وكف. على كل حال مبروك الصلحة، إلى قصص جديدة مع المسامح كريم. إن شاء الله دايما هيك
بفرح وبسعادة وبتنقية قلوب. وإلى اللقاء. يا مرحبا فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. يقول جبران خليل جبران: الاعتذار لا يعني أنك على خطأ فقط، بل يعني أنك تقدر العلاقة مع الآخرين وتمنحها أهمية كبيرة. هذه أهمية الاعتذار. القصة اللي معنا اليوم من مصر، خلاف بين اختين، خلاف صار عمره تقريبا 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. طبعا الخلاف على مادي، رح نشوف كل تفاصيل هذه القصة، ولكن نستقبل أولا صاحبة الدعوة صالحة حسن. يا أهلا. أهلا ست صالحة، تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. مالك مترددة وهيك شايفك كأنك مش عايزة تخشي بقى؟ ليه لا والله. ترجعي؟ أنا كتير بتصل بيك لا بس وكده. حابة ترجعي يعني، مش حابة تكملي الحلقة؟ لا كمل ليه؟ بس شايفك خايفة؟ لا. صالحة هي وأختها كانوا على علاقة ممتازة قبل ما تتوفى الوالدة. توفت الوالدة من 8 سنوات، زعلوا مع بعض، صار في خناقة، وإلهم 8 سنوات لا بيحكوا مع بعض ولا شافوا بعض. السبب إنه صالحة كانت عايشة مع والدتها قبل ما تتوفى، والوالدة كان عندها مجوهرات وكان عندها يمكن مش عارف أغراض. بقى لما توفت الوالدة باعتبارها هي ساكنة مع والدتها، أخذت كل الأغراض وأخذت المجوهرات. مين زعل؟ زعل أختها، زعلت سماح، لأنه سماح معتبرة أنه هي كمان كان لها يد في مساعدة الوالدة، كانت تعينها بالمال وتعين أختها صالحة، وكتير أخذ على خاطرها وزعلت من هذا الموضوع وقاطعت أختها، وإلهم 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. صالحة شو صار بالمجوهرات؟ ما فيش، هي كانت سايبة ذهب في حدود 50,000 كده، وبعدين هي أساسا ذهب بحدود 50,000. منيح. فطبعا يعني هي كانت مريضة، كانت قعدت 8 سنين مريضة. طيب فالمفروض ان انا كنت بصرف وبعمل وببيع سماح كانت وكده. تساعدك بالمصروف؟ لا ما كانش في حد بيساعد. ما كانش كان ساعد. من هي معتبرة حاجتها. حالها انه هي كمان برضه كانت تعين، ومثل ما انت بيطلع لك حق بهالاغراض هي ايضا. طب ماشي، يعني ما هي ما أغراض ادتنيش فرصه ان انا يعني اديها او كده. رحت مره كنت ببيع صيغه برضو من بتاعه امي للمصاريف برضو، اللي كان العلاج جامد. نعم. يعني هي كانت قاعده في الفراش على طول يعني. نعم. مش نعم. بعد ما بعتهم بصيت لقيت سماح بتفك الرهنيه، يعني الفلوس بتاعتها. فده موقف افتكره لها يعني. بس مش من حقها ان هي تزعل الزعل الكبير ده لمده 8 سنين يعني. طيب حاولتي بهال8 سنين انك توضحي للموقف؟ حاولت كتير. شو عملتي مثلا؟ يعني بعت لها ناس، اتكلم في التليفون تقفل السكه، مش عارف يعني. عملت حاجات كتير. شو وضعكم حضرتك واختك؟ متزوجين؟ حضرتك متزوجه؟ وعندك عيال وعندك زوجك؟ أيوة عندي وعندك بسمة. حياتك؟ شو عندك اولاد؟ عندي بسمة. بنت؟ بس وحيده؟ وعايشه مع زوجك وبنتك ولا كيف وضعك؟ طيب واختك سماح؟ عايشه برضه مع جوزها واولادها. لما الوالده كانت مريضه كانت سماح متزوجه وعايشه مع زوجها؟ ايوه. وشو عندها اولاد؟ عندها 3 اولاد. طيب هلا جيتي انت عشان تقولي ايه لسماح، بدنا نعرف شو رح تقولي لها. يعني انا قصدت المشوار، يعني الموضوع بتاعك انت، عشان اني ممكن لاني بتفرج على البرنامج ده على طول. نعم. يمكن يكون في صلح. يمكن. مش متأكدة يعني محاولة هي. لا انا بعمل محاولة. وحضرتك من وين من مصر؟ ما سألتك. من دار السلام. من دار السلام. وين بتصير دار السلام؟ في تبع الجيزة. تبع الجيزة. يا ستي نحن بنعمل اللي بنقدر عليه. ايوه بالظبط. مش هيك؟ بالظبط. والبقية لله. على ربنا. هو لذلك نحن وجهنا الدعوة إلى سماح. خلينا نشوف سوا كيف تلقت الدعوة. اهلا
واخيرا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين دار السلام عشان نسلم دعوه الحضور لسماح حفل. مساء الخير. حضرتك استاذه سماح حسن؟ ايوه حضرتك. عندك 38 سنه وعندك 3 اولاد صح؟ ايوه حضرتك. مين حضرتك؟ انا اسماء من برنامج جورج كداح، جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. برنامج ايه ده حضرتك؟ هو برنامج جديد لاستاذ جورج، بس مش هقدر اقول لك على اي تفاصيل دلوقتي لان فكره البرنامج بتعتمد على المفاجاه. ماشي. طب امتى البرنامج او كده؟ هو فريق الاعداد هيكلم حضرتك وينسق معاكي على كل حاجه. خلاص ماشي. قبلتي الدعوه؟ قبلت الدعوه. استاذ جورج، استاذه سماح قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع الف سلامه. وصلت الدعوة لسماح، وسماح وصلت على استوديو، سماح موجودة بالخارج. إذا القصة وما فيها باختصار شديد إنه صالحة أختها طلبت إنه تجي على استوديو، تجي على المسامح كريم حتى تطلب السماح من أختها وتصالحها. صالحة وسماح تصوروا بقى، بتصور إنه لازم تنتهي القصة هيك على خير. إلهم 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. حبت صالحة بعد محاولات كتيرة، حبت اليوم تجي حتى تطلب الاعتذار من أختها لأنه الخلاف وقع بعد ما توفت والد صالحة، وصالحة كانت عايشة مع والدتها. صالحة وضعت يدها على مجوهرات أمها وعلى كل حاجات أمها. زعلت أختها اللي مش موجودة معاهم، كانت متزوجة، سماح، زعلت وصار في قطيعة عمرها 8 سنوات. رح نشوف شو وجهة نظر سماح الآن. تفضلي يا ست سماح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست سماح. اهلا، تفضلي يا عيوني. اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. اهلا بحضرتك. شكرا على قبولك الدعوه. ربنا يخليك يا رب. ويعني هذا دليل ثقه ودليل محبه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. وانت اسمك سماح؟ ها؟ بتعرفي البرنامج اسمه ايه؟ لا والله ما بتعرفي؟ اسمه المسامح كريم. سماح والمسامح كريم. ربنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. سماح، شو عندك اولاد ما شاء الله؟ معايا محمود وندى وملك. قديش عمره محمود؟ 21. ما شاء الله. جوزتيه؟ لا لسه. لسه. شو بيعمل؟ بيشتغل. بيشتغل. درس بالجامعة وتخرج؟ لا ولا خلص دبلوم بس. خلص دبلوم. شو بيشتغل؟ أمن في شركة. أمن بشركة. والبنات؟ لا، في بنتي صغيرة 7 سنين والثانية 17 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. عندك إخوان أخوات؟ شو عندك؟ ليا أخت. بس أخت وحيدة؟ ما عندكش إخوان؟ لا أخت. ما في ذكور يعني. يا ستي، يمكن انت عم تتساءلي شو السبب حتى دعوناك الى هالبرنامج، مش هيك؟ ما شاء الله عليك يا ابتسامتك، يعني جاي ابتسامه رضا هيدي. ربنا يخليك. الحقيقه انا وسيط خير، يعني انا في ناس بيجوا لعندي بيقولوا بدنا تدعي لنا فلان على هالبرنامج، لانه يمكن يكون في مشكل بينهم وبينه، يمكن بدهم يشوفوه، يمكن يكون في دين، يمكن بقى نحن بنخلي لك اياها مفاجاه. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ طبعا. يا ريت تطلعي بهالشاشه. شفتيها كويس؟ عرفتي مين؟ شو اسمها؟ بعدك ذاكري فاكرة اسمها؟ سماح، أنا بعتذر، يعني مش قصدي لا ألمك ولا إنه هيك تتعذبي. وأنت جيتي مكرمة على استوديو وبتطلعي مكرمة إن شاء الله. هيدي أختك صالحة. صالحة تسأليني إيه السبب إنه طلبت تشوفك. صالحة إلها 8 سنوات عايشة بحسرة إنه أختها الوحيدة مش عم بتشوفها. حصل الوالدة الله يرحمها توفت، اتهمتيها إنه أخذت الأغراض والمجوهرات ومش عارف إيش، بس يعني أنا سمعت الخبر، سمعت الرواية، ممكن تعطيها أسباب تخفيفية سماح، لأنه كانت تصرف على أمها
للادويه للعلاج، بقى باعت المجوهرات حتى قبل ما تتوفى الوالده. المهم مش هودي النقطه. النقطه انتم اخوات اثنين، ما فيش غيركم بالدنيا، ما فيش غيركم بالدنيا. بدكم تضلوا زعلانين ومقاطعين بعض حتى النهايه، حتى الموت. بعثت لك رساله صالحه، رح بقرا لك اياها. اختي الغاليه سماح، فلوس الدنيا كلها ما تسويش لو انت مش موجوده جنبي، يلي طول عمرك واقفه جنبي. انا رح بحكي الجيم. طمع وحش، وانا طمعت واخذت حقك ودفعت الثمن غالي. يوم ما احتجتك وما لقيتكش، عرفت انك اغلى عندي من ذهب الدنيا، وندمت على اللي عملته معاك، وندمت على اني قدرت ابعد عنك وتعلمت الدرس. وعشان كده انا جاي اعتذر لك قدام الناس كلها النهارده، وابوس راسك واقول لك حقك عليا، انا غلطانه. ولو على الفلوس حقك محفوظ وتاخديه وقت ما تجي، وقت ما تحبي. بس المهم خلينا نرجع تاني اخوات وحبايب، عشان انت وحشاني قوي، وانا مش قادره اعيش بعيد عنك. وحشاني قوي. سموحه يا ام قلب ابيض، انا اسفه، بطلب منك تسامحيني، والمسامح كريم. ردي عليها بشي، قولي كلمه. ظلمتني مش ها؟ هي ظلمتني كتير. كتير. انا معك، ونحن كلنا شاهدين انه هي ظلمتك، والناس كلها صارت عارفه انه هي ظلمتك. اكثر وحده عارفه انه ظلمتك هي، لانه هي قالت لك انا سامحيني، انا غلطت بحقك، بس خلاص الى متى؟ الى متى؟ انت محرومه تشوفي ابنها او بنتها، عندها بنت، وهي محرومه تشوف ابنك وبناتك، ومحرومين تشوفوا بعض، والحياه ماشيه، وانتوا والحياه جارفتكم، انت من ميل وهي من ميل. كل المشكله بنعرفها ومآخذك عليها بنعرفها. اذا بتحبي تسمعينا تكرريها قوليها. ظلمتك ازاي؟ يا استاذ، انا دلوقتي قبل ما والدتي تتوفى هي راحت تبيع ذهب وانا كنت معاها. نعم. وجيت قلت لها، وجيت تاني يوم رحت اشتريت لها الذهب ووديته لها، قلت لها لما تبقى معاكي فلوس بعته هاتي الفلوس. نعم. وما والدتي توفت خدت الذهب كله. نعم. انا طلبت حقي، المفروض هي من غير ما انا اطلبه هي تدهوني، مش انا اللي اقول لها عليه. تظلمني. لا، هي هلا اليوم مش ناكره، هي لا تنكر هذا الامر، هي ما نكرتش. بقى خليها تحكي. يا صالحه، بدك تعلي صوتك شوي، وانت قصدتينا وجيتي لهون، هيدي فرصه، وهي دي اختك اجت، جبناها على الاستوديو وموجوده، سماح موجوده معنا. انت فرصتك الان تقنعيها انه تصالحك، قولي لها اللي عايزه تقوليه. تفضلي. انا بقول لها ما تزعليش مني سمعتيها؟ وسامحيني، وما فيش اي زعل، يعني ما تزعليش مني يعني. سماح، طلعي فيها شويه، طلعي فيها شويه على الشاشه، طلعي على الشاشه شويه. يعني مش الدهب هو اللي هيخلينا نبقى زعلانين يعني. بعدين انت سامعه المثل بيقول ايه؟ لكل امرئ من اسمه نصيب. انت شو اسمك؟ نعم؟ سماح. سماح. طيب صالحه، يعني طريت شوي، احكي لك كلمتين. انا بقول لها انا مش عايزاها تزعل للدرجه، يعني مش معقوله ان هنيجي لحد هنا برضه وهنبقى برضه زعلانين، يعني اقابلها هنا واجي لك وبرضه هيبقى في زعل، مش معقوله. يعني انت ما بتقفلش البرنامج، مش ممكن تقفل البرنامج ان نكون لسه. قلبي هيقف. قلبك هيوقف؟ قلبك هيوقف؟ شدي حيلك شوي، شدي حيلك شوي،
خلاص وصلتوا يعني هلا حترتاحوا ان شاء الله. بتقول قلبها حيوقف يا صالحه. طيب خلينا، انا شايفك انك سمحتي، وانا شايفك انك انت مشتاقتي لها اكثر ما هي مشتاقت لك، وانا شايف انت ناطره انه نفتح هذا الستار باسرع وقت، ولا لا؟ ها؟ مسامح كريم؟ قوليها. مسامح كريم. مسامح كريم. تفضل تعالي على الوسط هنا، تعالي انت هنا.